بصوا الفراخ ما شاء الله اللهم بارك. بصوا مستوية جميلة ما شاء الله. بصوا ما شاء الله اللهم بارك. يعني ايه دوب والمحشي كله بقى مستوي. ويا باشا صينية جامدة في قلبك على طول في قلبك. ما تنسوش بقى تحطوا لايك لو وصلتوا لحد هنا، وتشتركوا في القناة، وان شاء الله وصفات كتير جاية مع بعض. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بصوا معايا هنا بقى بصلاية وعصرة ليمون وطماطم مبشورة وفص ثوم وبهارات فراخ وبابريكا وملح وفلفل. وهدعك بقى كل الحاجات دي كده. انا بس جهزت كل حاجة عشان ما اطولش عليكم في الفيديو. وايه عشان تنزل بقى العصارة بتاعتها. ريحتها جميلة جدا. وننزل بالفراخ نحشيها كويس جدا. وهنتبل بقى الفراخ من بره بقى ومن جوه كده. لازم يعني عايزين توصل نسيبها. قلبها. وبعدين ده نبتدي مع بعض ونقول لكم هنعمل ايه. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هنا بقى نص زبدة ونص زيت، وهنزل بقى بكمية البصل كده. عرفتوا بقى هنعمل ايه ولا لسه ما عرفتوش؟ البصل الكرنب يعني لازم نسبك بقى. انت كده قلت لهم احنا هنعمل ايه. ما شاء الله اللهم بارك. بصوا هنا يعني شوحت البصلايه. انتوا عارفين ان البصل الابيض ما بيحمرش بسرعه. وهنا معايا بقى طماطم. مش هحط كميه الطماطم كلها. وانا بحب احط لها بقى صلصه. هحط لها كده معلقتين صلصه ومعلقه سكر. صلصه بتحمر المحشي وبتوديه في حته تانيه بصراحه. انت قلتي انت هتعملي ايه على فكره. معلقه بقى سكر. اكتر حاجه يعني ازاي سكر؟ محشي الكرنب بصراحه بتحب تسبكي له. سيبها بقى تخدع كده كويس. بصوا ما شاء الله اللهم بارك. خدت اللون الجميل وابتدت تفصل الدهون. هبتدي احيقها بس. احط لها بقى شويه ملح وفلفل اسود بس خلاص. واكمل بقى البهارات. بصوا هنا بقى بصل ني عليه ملح. وهنا بقى بهارات. هنا قصدي خضرة محشي، كزبرة وشبت وبقدونس. عايزه اقول لكم ان الخطوه دي بتفرق جدا جدا في المحشي. وشويه البصل الني دول يعني بصوا خطيره. وبعدين هنا هحط لها فلفل اسود وبهارات محشي وكمون. بس انا ما بحطش على خلطه المحشي ولا السبع بهارات على الروائح الانفيه ولا السبع بهارات ولا الكلام ده كله خالص. عايزه اقول لكم تحفه يعني. بصوا ما شاء الله اللهم بارك. الريحه فعلا جباره. هنا بقى حطيت كمان شويه شطه كده يعني يروقوا كده. وبعدين انتوا ممكن على فكره وانتوا بتضربوا الطماطم ممكن تحطوا معاها قرن فلفل حراق. بيفرق جدا في المحشي. وهنا بقى الرز حسب كميه المحشي اللي انتوا هتعملوه. بصوا انا ما بغسلش الرز. في ناس كتير هتقول لي ايه يا مروه اللي انت بتقوليه ده وايه العك ده ومش عارفه ايه. بس انا ما بغسلش الرز. انا الرز بتاعي نضيف وتمام. عايزين تغسلوه وتنشفوه كويس براحتكم زي ما انتوا عايزين. قلبوا بقى كله كده في بعضه. بصوا بقى الصلصه لونها خطير وجميله جدا ما شاء الله اللهم بارك. متسبكه كويس جدا ومفيهاش ولا نقطه ميه. قلب بقى كله ما شاء الله تبارك الله. يعني الريحه الله على الريح. ريحه فعلا تحفه. بصوا فروش ناشف ما شاء الله اللهم بارك. هنزل بقى ببقيه الصلصه. وشايفين اللون لونه خطير ولا محتاج اي حاجه خالص. اللهم بارك. وبصوا اللون. وبصوا صافيه ما فيهاش ميه ولا اي حاجه. جميله جدا ما شاء الله. وعايزه اقول لكم ان الريحه فعلا خطيره خطيره خطيره. وكل ما تدوها خضره كل ما بتطلع معاكم حلوه قوي. وهنا كمان جهزت بصوا زي اي ست مصريه. حطيت بقى فرشه وكرنب
وهملى بس نص البرطمان واسوي الفرخه في قلب المحشي. يلا بقى نبتدي نحشي مع بعض. نبتدي نحشيه ما شاء الله كده. نبص بقى في الصينيه ونضغط بقى على الجوانب كده، نتاكد ان هو ايه مقفول كويس. والرص بقى حوالين الازازه كده. انا اصلا الكرنب ده كنت انا مخزناه وكان عندي في الفريزر. عايزه اقول لكم ان انا باكل منه دلوقتي ما شاء الله اللهم بارك. عسل عسل عسل. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. بصوا بقى رحت عملت كمان شويه مشكل. عايزه اقول لكم ان انا بس زودت للخلطه المحشي شويه زيت، بيدوها لمعان وبيفرقوا جدا معاها. وكمان وانتوا بتحشوا المشكل تقدروا تحطوا له رشه ريحان. جربوا رشه الريحان هتودي لكم المشكل في حته تانية خالص. انا كنت مره في عزومه وكانوا بياكلوه، كانوا بيقولوا لي يا مروه في حاجه مختلفه طعمها حلو جدا. فكده انا وحطيت بس عليها معلقه صلصه كده. لكل يعني هحط ايه يعتبر كوبايتين كده بس اهو. عايزه اقول لكم ان طعم المحشي اصلا في الفرن بيفرق جدا 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 جدا. انتوا مش عندكم شوربه تقدروا تسلقوا نص فرخه مثلا، عندكم شوربه قديمه في الفريزر. هنا بقى انا حطيت بس كوبايتين شوربه. طبعا على النار ممكن نزود شوربه عادي، لكن الفرن ما بيحتاجش قوي يعني زي الفرن. نثبتها كده وبعدين هنقفل بس جناحاتها كده بالخيط. بيلة زيت كده عشان تاخد اللون الحلو ده وخلاص. هي بتاخد في الفرن من ساعة ونص كده لساعتين الا ربع. وانتوا بتدخلوها خلي بالكم بس عشان ما تخبطش منكم في الصاج. احاول كده على قد ما اقدر ايه انزل ورقة الزبدة عشان اقفلها كويس جدا. انا عايزة على قد ما اقدر ما يكونش فيها اي سرسوب هوا خالص. بصوا ما شاء الله اللهم بارك. قفلتها بقى كويس وايه هدخلها بقى الفرن وتاخد بقى من ساعة ونص لساعتين الا ربع. في الاول درجة حرارة عالية وبعد كده بقى ايه توطوا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بصوا بقى طلعت، بصوا الجمال. بصوا 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 ما شاء الله. انا يا دوبك شلت الفويل ما شاء الله اللهم بارك. بصوا صينية في قلبك. بصوا والله لسه فاتحة عليها حالا. بصوا والمحشي دايب دوب ما شاء الله اللهم بارك. بصوا بقى الفراخ بصوا بقى جدا. طبعا انتوا ممكن تستخدموا ده تسووا بيه بقى محشي، تعملوا بيه ملوخية. الصوص بتاع الفراخ ده